وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. بس انا اقول لكم صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل ايه النهارده. طبعا الفيديو ده تكملة للفيديو اللي فات اللي قبل ده، تكملة ليه. طبعا احنا كنا عملنا كنافة بالمانجا، واتفضل معانا جزء من الكنافة بتاعتنا. ده كان نص كيلو من الكنافة، عملنا بيه كنافة بالمانجا، واتفضل من نص كيلو حبة قلنا هنعمل بيهم حوالي ربع كيلو او اكتر شوية. قلنا هنعمل بيهم وصفة تانية. ايه الوصفة التانية؟ تعالى اقول لكم هنعمل بيه ايه. معانا لفة من الجلاش كده. طبعا في اول الفيديو حطيت لكم جزء من مقطع من طريقة الكنافة انا عملتها ازاي. طبعا الكنافة احنا بنحطها في الفريزر وبنخرجها، وبعدين بنحطها قبلها بيوم، وتاني يوم نخرجها بتكون مجمدة معانا. نخرجها يوم مجمدة ونعملها نحاول نعملها قطع صغيرة يا في الكبة يا على ايدينا. خلاص بعد ما بنعملها لقطع صغيرة يعني هي بتبقى سهلة معانا ان احنا نقدر نفككها ونعملها لقطع صغيرة وهي مجمدة. لكن بعد ما تفك مش هتعرفوا تعملوها خالص، لازم تخرجوها مجمدة وتعملوها زي ما احنا عملناها مع بعض في الفيديو اللي فات. شوفوا الفيديو اللي قبل ده اللي هو الكنافه بالمانجا، وتشوفوا طريقتي فيها ازاي، ان انا فككتها ازاي. او ممكن لو انتوا وهي مجمده كده تحطوها في الكبه زي ما قلت لكم. وهي مجمده برضو لازم تحط في الكبه ونطحنها طحنتين ونبتدي نستخدمها. معايا زيت على النار، سخن معايا كده، درجه الحراره كانت متوسطه، وابتديت انزل بالكنافه بتاعتي. نزلت بالكنافه بتاعتي، حمرتها زي ما شفتوا كده لحد ما وصلت معايا للون الذهبي. وصلت معايا اللون الذهبي، ابتديت انزل عليها بكيس من الفانيليا و3 معالق من السكر البودرة، 3 معالق صغيرين جدا عشان السكر بتاعنا مش عايزين يكون طالع معانا في الكنافة بتاعتنا. عملنا منها بعد ما خلاص هديت معانا نزلنا بحبة من المكسرات، عملنا منها جزء بالكنافة بالمانجا، وتفضل معايا جزء. معايا لفة جلاش زي ما انتم شايفينها كده، جبتها معايا هنا في الطبق ده سمنة وزيت، سمنة بلدي وزيت، وابتديت افرد الجلاش بتاعي. خدت الحبة اللي اتفضلت من الكنافة بالمانجا زي ما قلت لكم، وابتديت افرد الجلاش بتاعي. بفرد ورقتين من الجلاش او ورقين من الجلاش، وابتدي ادهنهم بمسحة زيت بالفرشة بتاعتي، مسحة زيت وسمنة، وابتدي ان انا اتني جزء من الجلاش زي ما شفتوا في الفيديو كده، وابتدي احط عليه الكنافه بتاعتي، وابتدي الفها زي ما انتوا شفتوا كده بالطريقه دي. وابتدي طبعا اقطعها لقطع، ممكن اقطعها لقطع، او لو معايا صينيه طويله احط فيها الجلاش بتاعي زي ما هو بعد ما بلفه كده سليم، وبعدين احط له السمنه والزيت بتاعي ادهنه بعد ما احطه في الصينيه. طبعا معايا صينيه مدهونه، وبدهن كمان الجلاش بعد ما بحطه في الصينيه تاني، بعد ما بلفه كده بدهنه تاني، وبعدين ابتدي اقطعه بالسكينه. طبعا لو انتوا الصينيه بتاعتكم صغيره زي كده ممكن نقطعه قبل ما نحطه في الصينيه، يعني معاكم كذا حل، بس اهم حاجه ان احنا نقطعه قبل ما يدخل الفرن معانا. خلاص كده ابتديت عملت بالكنافه زي ما انتم شفتوا كده. طبعا ضفت لها شويه من المكسرات تاني بعد ما عملت، يعني ضفت حبه مكسرات صغيره قبل ما اعمل الكنافه بالمانجا، وضفت حبه مكسرات تاني للكنافه بتاعتي عشان انا عايزه المكسرات فيها يعني كتيره عن المانجا، عن الكنافه بالمانجا. خلاص كده ابتديت ان انا عملت جزء من الجلاش بالكنافه، وهعمل جزء بالمكسرات. معايا مكسرات طبعا زي ما انتوا حابين تحطوا المكسرات اللي انتوا حابينها. انا هنا ضفت بندق وفستق وزبيب، يعني هنا ضفت فستق وبندق وزبيب. طبعا الحاجه اللي انتم حابينها هتضيفوها، اللي حابب جوز هند هيضيف، فول سوداني، كله متاح، يعني اللي حابب حاجه بيضيفها. خلاص كده بعد ما خلاص دخلته الفرن. طبعا اهم حاجه ندهنه بالسمنه او بالزيت كله، صينيه الجلاش كلها، وبعدين ندخلها الفرن بتاعنا يكون سخن قبلها درجه حراره متوسطه. طبعا خلاص اخد لون من تحت، بنبتدي نولع له الشعله من فوق ياخد لون، وخلاص بنخرجه بنسقيه بالسيرب بتاعنا. السيرب بتاعنا عملناه كذا مره في كذا فيديو. السيرب بتاعنا بيكون كوبايه ونص من الميه على كوبايه وربع من السكر، او كوبايه سكر على حسب انتوا عايزين السكر كتير او قليل، وبنسقي بيه الجلاش بتاعنا او الكنافه بتاعتنا على حسب انتم حابين تعملوا ايه. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم. ما تنسوناش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس والاشتراك في القناه، وكملوا فيديوهاتنا للاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.